السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنا جيت البنات نشارك معكم واحد المشتريات شريتهم، قلت والله نعتم يعني المتتبعين. هنايا عندي هذه البنات، شفتها في واحد القناه وعجبتني بزاف. ترحي البصل، يعني الصراحة يعني نشتها عند واحد القناة وعجبتني، قلت نشتريها. عجبتني بزاف. شتها ترحي بها البصل، ترحي بها الثوم. ثاني البنات، تقدري ديري فيها الحميص، تقدري ديري فيها حوايج بزاف. وهذه البنات شريتها لقيتها مسكوتش، وهكا ديري فيها مسكوتش، ولا تكوني خارجه وتخدمي مسكوتش تحطيها فيها. ومام يعني كيف الدار ولا حاجه تخدمي مسكوتش تاعك تغطيها، يعني مليحه بزاف. انا عجبتني. شوفوا البنات، يعني فيها الصحنه هذيك، يعني تقدري تستعمليها وحدها كما قلت لكم. ديري مسكوتشو تحكمي تغطيها تحطيها، ولا تكوني خارجه تديها كما نقولوا، ولا ريحه ضيفه تديها معاك. انا عجبتني بزاف. انا كنت ركبت لها الغلاق من يهزوها، قلت لكم عجبتني بزاف. وبورطمونجي هذه البنات الثاني شريتها نخبي فيها الكاطو، مليحه بزاف. عجبتني. كبيره وتهز بزاف. الكاطو كي نخدمو كلش مليحه هكا تحطيها فيه، ومقفوله يعني مليحه. انا عجبتني. والبنات كانت هذه ثاني سكريه تاع السكر، شريتها. هنا راني نحل فيها. هي الصراحه البنات كانت عندي واحده من قبل وتكسرت لي ومن بعد كي لقيتها قلت والله نشريها. عجبتني. يعني الحق كي شفتها قلت اللي كانت عندي هذيك غاضتني بزاف كي تكسرت. المهم البنات هذه تاع المسكوتشو شريتها ب25,000، وهذيك تاع الكاطو اللي نخبي فيها الكاطو شريتها ب30، والسكريه ب35، وهذيك تاع البصل وكما قلت لكم اللي نربيو فيها شريتها ب40,000. وهنا نبداو. كنت راح ندير المايونيز. هنا البنات عندي سنتة ثوم رابيتو. قلت ندير شويه مايونيز ونشاركه معكم. كما قلت لكم عندي سنتة ثوم خشين شويه، رابيتو. ونحط البنات هنايا دوك تشوفوا معايا العظام البنات نحطوا زوز ماشي وحده. انا من بعد زدت وحده وما صورتش يعني ليكم. المهم اني قلت لكم برك زدت وحده خلاف. درت زوز عظام، ودرت نص مغرف ماشي شويه فلفل اسود، ولفت انا نقوله فلفل اكحل. زدت حطيت شويه ملح، ونقعد هنا نخلط. وزفت شويه زيت ونخلط بالميكسر حتى يطلع لنا هذاك المايونيز تاعنا. المهم ونحط مغرف تخلل البنات كيما شتوني. قلت لكم قرصه ملح، شويه ملح وفلفل كحل وزوز عظمات وكاس زيت البنات، او ماشي كاس اللي دالي كامل تاع الزيت، اني ضفت البنات كاس. المهم حتى وين يطلع لك المايونيز تبقاي تضيفي بشويه بشويه. لا كفاك الكاس هذاك.
كيما نقولوا لك فاك الكاس هذاك ويعني طلع لك المايونيز ما تلحكيش الزيت. لما كفاكش البنات زيدي لحكي شويه زيت حتى وين يطلع لك المايونيز ويكون يعقد معاك. هنايا ضفت الكاس كامل البنات، بصح ما كانش عقد معايا، زدت لحقت زضفت شويه. هنا البنات كان عقد معايا المايونيز وطلع. شوفوا كيفاه جا يعني الله يبارك ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتعطيني رايكم. كيما قلت لكم زوز عظمات البنات ما ديروش وحده، وزيت الكاس هذاك وزدت لحقت. المهم ما داليش كاس واحد. المهم كي تشوفوه عقد معاكم البنات بدا يطلع المايونيز، حبسوا من الزيت جا يعني. نتمنى ان شاء الله تجربوه، وجا مليح بزاف وعجبني. وطبعا بالذوق تاع ثوم ثاني جا مليح بزاف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتعطيوني رايكم. وحطيته هنايا في بلارة تاع قزاز ونخبيه في الفريجيدير، ومن نحب نختم به. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، وتنساوش البارطاج البنات، وما تنساوش الجام. نتمنى ان شاء الله يكون خفيفه ظريفه عليكم وما نكونش ثقيله بزاف. المهم قبلوا مني برك كما قلت لكم الجام برك البنات ما تنساوهاش. وهاني وريت لكم العظام ماشي وحده، قلت لكم زوز. ونتمنى ان شاء الله تكون وصلتكم المعلومه، وتهلاو في رواحكم. سلام.